بانك تلقى واحد اللقطه كانت اربعه من نادي القنيطري مهاجمين ضد يلاه ثلاثه ولا جوج من حسنية اكادير. طيب فريق النادي القنيطري يعني اعتمد خلال الشوط الاول الهجمات المضاده، وبدا المباراه يعني مبكرا بتسجيله الهدف الاول بواسطه لاعب جروتن. ربما هنا الجهه اليمنى لفريق حسنيه اكادير كانت نشيطه، بالموازاه الجهه اليسرى لفريق نادي القنيطري ربما كان فيها خلل، وهذا الشيء اللي ما انتبهش للمدرب جون جي ويليام المدرب الفرنسي مدرب فريق النادي القنيطري. بالفعل يعني الجهه اللي كانت نشيطه بالنسبه للفريقين بجوج، لفريق النادي القنيطري هي الجهه اليسرى وفريق الحسنيه اكادير هي الجهه اليمنى. جل يعني الفرص اللي كانوا في الشوط الاول جاوا من هذه الجهه هذه، لانه اولا فتنعرفوا بانه يعني اوك وتنعرفوا السرعه ديالو، هو في التموقع ديالو هو من احسن اللاعبين داخل حسنيه اكادير، لان دائما كانوا تيلعبوا عليه اللعب. القعداوي من الجهه اليسرى ديال فريق النادي القنيطري اللي تيلعب، ما نساوش بانه الدور المهم اللي لعبوا وسط الميدان ديال النادي القنيطري اللي هو بورواس والشيحاني وبا منصور، اللي عطاو واحد التوازن في يعني في وسط الميدان اللي خلى فريق الحسنيه اكادير ما يديرش هذاك النسق وما يكونش يعني ردت يعني ارتباك في خطوط ثلاثه لفريق حسنيه اكادير، وهذا الشيء اللي جلى يعني الانتقال من النزعه الدفاعيه الى النزعه الهجوميه. هنا نتكلموا على ربما غياب شبه غياب لوسط ميدان فريق حسنيه اكادير اللي ربما ما كيقومش بالدور لا الدفاعي والنظير يعني الهجومي كيقوم بالدور ديالو. كاين في الهجومي كاين جوج ديال الحوايج غادي نقول لك. من غير قلت لك بان في الانتقال ديال من الهجوم للدفاع كاين بطء، كاين حتى ملي كيبدا فريق النادي القنيطري بالهجوم المنظم كما كتسمى، ما بقيناش كنشوفوا ديك حسنيه اكادير اللي كتضغط، فهما كتشوفهم كيديروا داك الحضور المكثف، كيتسناو النادي القنيطري مثلا يخطا باش ياخذوا كره ويقوموا يردوا بالهجوم.